السلام عليكم. المنتخب الوطني المغربي يواجه منتخب فرنسا، أحد أقوى المنتخبات في العالم، والمنتخب المرشح بقوة للفوز بكأس العالم. المغرب غدا لديه مباراة قوية، مباراة نارية، لكن ليت المغرب سيواجه منتخب فرنسا فقط. المغرب غدا سيواجه الفيفا، سيواجه الحكم، وسيواجه منتخب فرنسا. المغرب غدا سيواجه كل القوى العالمية الرياضية المتحكمة في كرة القدم. غدا المغرب لن يلعب فقط أمام فرنسا، بل أمام منتخب فرنسا وأمام الفيفا وأمام الحكام وأمام الجماهير. لذلك غدا المغرب بإذن الله سيتأهل إلى نصف النهائي تكرارا لمونديال قطر. المغرب خسر في نصف نهائي مونديال قطر أمام فرنسا بفضائح تحكيمية، واليوم عندما سألوا ديديشار مدرب منتخب فرنسا عن الواقعة وعن لقطة ضربة جزاء أمام سفيان بوفال، قال لم تكن ضربة جزاء، والحكم أيضا رأى أنها ليست ضربة جزاء. لذلك المغرب لم يكن يستحق ضربة جزاء. فرنسا تأهلت قال عن جدارة واستحقاق. لذلك كل منتخب يخسر ويعلق شماعته على التحكيم فهؤلاء فقط الفاشلين المنهزمين الخاسرين الذين يتعلقون بالتحكيم ويتكلمون عن التحكيم عندما ينهزمون. اي نعم سيدي، والعالم اجمع راى انها ضربه جزاء لا غبار عليها لسفيان بوفال. العالم اجمع على انها ضربه جزاء، لكن الماضي ظل في الماضي، لكن نحن نتحدث عن الحاضر. غدا مباراة أخرى، مباراة نارية بين فرنسا أقوى من فرنسا السابقة، كذلك المغرب أقوى من المغرب السابق. لذلك إن شاء الله غدا نرى حكم أرجنتيني نزيه على أرضية الملعب، نرى حكم أرجنتيني نزيه على أرضية الملعب ويكون عادل مع المنتخبين. نريده أن يكون فقط عادل، لا نريده أن يكون معنا ولا معهم، فقط أن يكون منصفا وعادلا في مباراة بين المغرب وفرنسا. وللمعلومة أن هذا الحكم هو الذي قادنا أمام البرتغال في مونديال قطر بعدما فزنا على البرتغال بهدف نظيف. حكم الساحة هو فاكاندو نيلو، وكذلك هناك 4 حكام آخرين، يعني 5 حكام في المباراة كلهم من جنسية أرجنتينية. حكم الساحة، حكم الشرط، اليمين واليسار، حكم الفار، كل شيء 5، وحتى الحكم الاحتياطي، حكم المساعد وحكم المساعد الثاني وحكم الرابع وكذلك حكم مساعد احتياطي، يعني 5 حكام كلهم من جنسية أرجنتينية سيقودون غدا المنتخب المغربي وفرنسا. ايوا الحكم ياك بغيتوا نتوما تدوا كأس العالم ياك، ايوا صافي اهلوا المغرب باش تغلبوا المغرب في النهائي، غير اهلوا المغرب وفوزوا في النهائي انتم، ماشي مشكل. المهم حنا نتاهلوا بعد لا فينال، صافي تفهمنا. المهم غدا عمل عين شافت وعين ما شافت، وشي بينالتي للمغرب ان شاء الله، صفر لنا شي بينالتي ولا جوج ونتاهلوا وخذوا معاكم كاس العالم، ماشي مشكل. المهم غدا المنتخب الوطني المغربي سيواجه احد اقوى المنتخبات في العالم ان لم يكن الاقوى لحد الان في هذا المونديال. فرنسا قوه كبيرة في كرة القدم، هذا لا أحد يختلف عليه، لكن نحن لا نخشى فرنسا كقوة رياضية كقوة كروية. نحن نخشى الكولسة، نخشى ما حدث في مونديال قطر، ونخشى من التحكيم ومن الكولسة تحت الطاولات فقط. أما كرة القدم إذا فزت علي بشكل عادل على أرضية الملعب ما غاديش يبقى فيه الحل، ولا جميع المغاربة ما غاديش يبقى فيهم الحل، حيث خسرنا على أرضية الملعب بكرة القدم. أما أن تخسر بالكواليس بالكولسة بالحكام وشيء خارج عن إطار كرة القدم، فهذا هو المعيب في هذه الرياضة، لأن الفيفا اليوم أصبحت مؤسسة رياضية مشبوهة. الفيفا أصبحت مؤسسة رياضية مشبوهة، لا أحد اليوم أصبح يثق في الفيفا، ليس فقط عن ما حدث في مباراة مصر يوم أمس، بل في المباريات السابقة، بل في تغيير قرارات الحكام وفي تغيير قرارات بطاقة الحمراء كما فعلوا مع البلد المنظم أمريكا. بمكالمة فقط من ترامب غيروا
قرار لجنة الحكام، واللاعب شارك بعد أخذه بطاقة حمراء في مباراة سابقة، وشارك أمام بلجيكا، لكن رجال بلجيكا ضربوهم بالأربعة. صراحة تحية لبلجيكا اللي ضربتهم بالأربعة. لذلك مؤسسة الفيفا لم تعد نزيهة. كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، واعطونا التوقعات ديالكم، من سيفوز غدا، هل فرنسا أم المغرب؟ سلام.